ازيك يا عمي؟ لو كنت فيديو جديد من قناة مستر الفيزي قبل ما تذكر فيديو كسر على بلاش مسلم. وتاني حاجة انسوا تحطوا اللايك واشتراك في القناة وفعل الجرس، وشكرا جدا على دعمكم الجامد ده، وشكرا على ال 122 سبسكرايبر مشترك يعني. ربنا يخليكم يا جدعان، ويا رب يعني تستمروا في الدعم الحلو ده واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. ولا نخش في موضوع الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله. هيكون عن افضل لعيبه الاسترايكرات، يعني المهاجمين في اللعبه من اوفر 94. اللي هو يعني بص، ما اظنش انك هتشتري يعني لاعب اوفر 93 اشتاني باوفر قليل نوعا ما، لغايه اوفر 99. فلما نخش في الاسترايكرات اللي عندنا، اول واحد ارشحه لكم هو الاسطوره رونالدو الظاهره. يعني بصوا، ده حرفيا مختم الهجوم، يعني حرفيا مهاجم متكامل جدا 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 جدا، ولغايه دلوقتي اصلا في ناس بيستخدموه. حرفيا مهاجم فاجر. وبصوا، تشترك النسخه الحمراء قصدي الصفراء، هيكلفك مثلا حوالي 100 مليون. يعني اكيد انا هدفع يعني في المهاجم ده 100 مليون عشان بصراحه فاجر قوي، ومن افضل المهاجمين اللي في اللعبه. 5/5 عنده كل حاجه حرفيا ممتازه، وطويل نوعا ما يعني. مهاجم بصراحه متكامل جدا. يلا نخش على المهاجم التاني اللي هو فان بيرسي. بصراحه هو ده من المهاجمين اللي انا جربتهم، حلوين قوي. بصوا، تشتريه بنسخه الصفرا ب 80 مليون. بص، انا انت كنت بتكبر ده جامد قوي. بس بص، في ارض الملعب بص بالنسبه لي يعني اللي هو رونالدو الظاهر احسن بكتير، عشان 5/5 يعني وكده هو. بس ده برضك على فكره يعني مش وحش قوي يعني، ده تحفه برضك. انا جربته بس ما جربتش رونالدو الظاهر، بس في ناس بيقولوا عليه اللي هو جامد، بس ده انا جربته كان حلو. ونخش على المهاجم ال 94 التالت. 94 التالت هو الاسطوره رافائيل لياو. بصراحه يعني برضك المهاجم ده فاكر. مشكلته بس اللي هو 4 قدم ضعيفة و4 استامينا قدرة التحمل يعني. غير كده بصراحة هو متكامل جدا وسريع ومهاري وكل حاجة، والشوتنج عنده مقبول وجامد جدا. حرفيا من أفضل المهاجمين اللي في اللعبة. ويلا بقى نخش على أوفر 95. عندنا في أوفر 95 عندنا الأسطورة أوكافور. بصراحة يعني المهاجم ده يعني متكامل جدا. يعني بصوا، عنده 104 بيس، يعني حرفيا طويلة جدا. يعني حرفيا بصوا، في أجنحة مش بالسرعة دي، يعني حرفيا سريع جدا وطويل نوعا ما. واربعه كمان ضعيفة يعني، دي سلبية فيه. واربعه استامينا برضك سلبية فيه، بس غير كده عنده بدني ممتاز جدا، وعنده الشوتنج ممتاز ومحترم، وعنده الدريبلينج نفس الحكاية. وبصراحة يعني المهاجم ده فاجر جدا، وانصحكم انكم تجيبوه. ولا المهاجم ال 95 التاني. المهاجم ال 95 التاني اللي انا بنصحكم بكل شدة انكم تشتروه هو راس بدراني. بصوا، عنده 4 نجوم مهارة، دي حاجة حلوة. عنده 101 بيس الاستهلاك جدا، و5/5 متخيلين، وخفيف جدا. عنده أجل 99 يعني خفيف، يعني أول مرة أشوف فينا مهاجم خفيف كده هو، وجامد جدا. يعني بص، 5/5 وعنده بدني محترم، وعنده الدريبلينج برضك محترم، وعنده حاجة حلوة قوي. ولا نخش على المهاجم ال 95 التالت. المهاجم ال 95 التالت اللي أنا أنصحكم برضك إنكم تجيبوه هو الأسطورة فيني جونيور. يعني بصراحة جامد قوي. يعني انتوا عارفين طبعا كلكم فينيسيوس، يعني جامد قوي حرفيا. بص، 5 نجوم مهارة، 4.5 استامينا، يعني حاجة حلوة يعني. عنده 104 بيس طيارة حرفيا، وعنده 4 قدم ضعيفة سلبية، وعنده بدن مش أحسن حاجة بس محترم، وعنده 100 دريبلينج، يعني حرفيا بيروح أي حد حرفيا. يعني مفيش مهاجم كده هون. ولا نخش بقى على المهاجم الرابع اللي هو أفضل مهاجم حرفيا يعني بأوفر 95، هو الأسطورة كرويف. يعني كرويف حرفيا بصوا، اكيد انا هيبقى لكم التقام مش احسن حاجه، بس بصوا بقى في ارض الملعب حاجه تانية. حرفيا بصوا، سريع ومهاري وبيشوط شوطات غريبه قوي. و5/5 انا مش بضيع اي حاجه حرفيا. ده يعتبر من افضل المهاجمين اللي في اللعبه، يعني مش اوفر 95 اللي في اللعبه كلهم. ونخش على اوفر 96. في اوفر 96 بقى انصحكم بكل صراحه انكم تجيبوا ديفيد ده. حرفيا ديفيد ده حرفيا مختم من الهجوم. مشكلته بس اللي هو 3 نجوم مهاره بس، يعني عادي. اظن هو عنده هيل تقيل، صح؟ ايوه عنده هيل تقيل. بس في حاجه يعني بصوا، 5/5 سريع، بيشوط جامد قوي، عنده دربلينج محترم، وعنده الفيزيكال كمان محترم جدا، وعنده 4.5 استامينا، يعني حرفيا فاجر قوي، ختم الهجوم حرفيا. ونخش على اوفر 96. عندنا باوفر 96 التاني هو الاسطوره دونوفان. بصراحه تكته حلوه قوي، قصدي تكته بصراحه فجره. مشكلته بس اللي هو يعني في الملعب مش احسن حاجه. انا جربته بكل صراحه، هو مش احسن حاجه كل صراحه، بس حرفيا يعني برضه بيجيب جوان حلوه، يعني جامد بس مش احسن حاجه. هقول لكم برضك على الاحسن. يلا نخش على المهاجم الرابع. عندنا الاسطوره كانتونا حرفيا يا جدعان، حرفيا يعني بصوا فاجر قوي. انا جربته يعني. بص، بعت دونوفان ده، كان عندي دونوفان النسخه البنفسجي زمان، بعته وجبت كانتونا النسخه بتاعتك البنفسجي. حرفيا يا جدعان بصوا، حرفيا من افجر المهاجمين اللي جربتهم. سيبكم بقى من السرعه والحاجات دي، حطوا له بس ديكستريتي ويبقى معاكم حرفيا ديناصور. فاكر قوي يا جدعان، بيجيب جوان جامده قوي، وسريع نوعا ما، عنده بدني فاجر، بيطير المدافعين، وعنده هيل تقيل.
دايما بتدي تلاقيه طار، ويعني المدافعين كلهم يعني هيجمدوا. بصراحه يعني من افضل المهاجمين اللي انا جربتهم، وانصحكم انكم تجيبوه بشده. ونخش على المهاجم ال 96 الخامس. المهاجم ال 96 الخامس هو الاسطوره هيونج مينج سون. بس حرفيا كمان بصوا مفيش افضل منه في اوفر 96. يعني بصوا 4 نجوم مهاره، 5 101 بسرعه، سريع جدا، 100 شوتنج، يعني مشوق جدا، وعنده البدني محترم جدا، وعنده دريبلينج برضك محترم جدا، وطويل نوعا ما. 4 نجوم استامينا، 4 ونص تاني نجوم استامينا. حرفيا يا جدعان بصوا مفيش افضل منه في اوفر 96. ونخش بقى على الاوفر 97. اول مهاجم عندنا في اوفر 97 هو الاسطوره هاري كين. انا بصوا يا جدعان بصوا، انا لو يعني كنت حطيت طاقته يعني ما كنتش هحطه اكيد يعني. بس بصوا انا عندي في التشكيله حرفيا بصوا بيشوط شويه شوت حرفيا فجر قوي، من افضل المهاجمين اللي انا جربتهم، يعتبر اصلا افضلهم. يعني بصوا مش سريع قوي بس حرفيا شويت جدا، يعني 5 وطويل نوعا ما. سيكون بس من هو 3 نجوم مهاره، بس حرفيا فاكر قوي، وعنده بدني حلو قوي. يلا نخش على المهاجم ال 97 التاني. المهاجم ال 97 التاني هو الاسطوره روت فولر. بصراحه فاكر قوي، مشكلته بس ان هو 4 قوام ضعيفه، وغير كده بصراحه يعني فاكر قوي، سريع جدا وشويت جدا، وعنده بدني جامد جدا، وعنده الدريبلينج محترم، وطويل نوعا ما، وفاكر قوي، يعني عنده 5 6 مليون. وهنخش على المهاجم ال 97 التالت. المهاجم ال 97 التالت بصراحة أنا ما شفتش أحسن منه، هو أوباميانج. بصراحة فاكر قوي، 4 كان ضعيفة، يعني مش أحسن حاجة، و4 برضه استامينا مش أحسن حاجة. بس غير كده 4 جمهوره 102 بس، يعني حرفيا طيارة، وطويل نوعا ما، 99 شوتنج، يعني حرفيا برضك شويت جدا. عنده 81 فيزيكال، يعني برضك فاكر قوي. وغير كده يعني عنده درينج برضك محترم، يعني من أفضل برضك المهاجمين من أوفر 97. نخش على المهاجم ال 97 الرابع. عندنا الاسطوره كفاراتسخيليا باوفر 97. بصراحه فاكر قوي يا جدعان بصوا 99 بيس، سريع جدا، شويت جدا، عنده دربلينج محترم جدا جدا جدا، فيزيكال فاجر، 5 نجوم، 5 قصدي نجوم مهاره، ايوه. 4 ستامينا مش احسن حاجه، بس غير كده بصوا من افضل المهاجمين على فكره. ونخش بقى على اوفر 97 بقى السادس، فيعني مفيش غيره، يعني هو الاسطوره رونالدو الظاهره. يعني حرفيا فاكر قوي يا جدعان بصوا، سيبكم من التقاعد في ارض الملعب حاجه تانية خالص، يعني مش يعني افضل ميكا اصلا في اللعبه حاليا، فاكر قوي. وانا اخش بقى على اوفر 98 و 99 على طول كده، عشان بصراحه انا زهقت. اوفر 98 صاحبي بص مفيش احسن من هاري كين. النسخه دي 4 نجوم مهاره يعني، والتقاعد بتاعته احسن من النسخه اللي قبليها، ومفيش بس غير هاري كين برضك. النسخه دي نفس الكلام برضك، نفس التقاعد ونفس كل حاجه، ومفيش برضك عندك غير الاسطوره داجلش ده حرفيا يعني فاجر قوي، مفيهوش غلطه، من افضل برضك المهاجمين. بس ده الاوفر 98 يعني. اوفر بقى 99 انتوا عارفين طبعا الحاجات دي كلها. بصوا عندكم ميسي فاكر قوي، عندكم مبابي برضك فاكر قوي، عندكم كرويف. بس دول هما التلاتة. او ممكن مثلا لو عايز رابع احط فينيسيوس، عشان برضك فينيسيوس سريع جدا. دول هما الاربعه ال 99. خلاص ده كان فيديو بتاع النهارده، ما تنسوش تعملوا لايك وتقدروا تعملوا على الفيديو، وتعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس، وسلام.